فيلم العزيمة أول أفلام السينما الواقعية في مصر من النوع الاجتماعي الدرامي، حصل على المركز الأول في قائمة أفضل 100 فيلم في السينما المصرية باستفتاء النقاد. وقد حقق الفيلم إيرادات خيالية وصادف نجاحا جماهيريا، واستمر عرضه 38 أسبوع، واعتبره النقاد بداية التاريخ للسينما المصرية. بدأ تصويره باسم الحارة، بعدين اتعدل إلى العزيمة. الفيلم أظهر الواقع اليوم والحياة الشعبية في مصر في بداية الحرب العالمية الثانية بصدق عميق ولأول مرة في السينما المصرية، وكمان بيعكس الجو المحلى اللي ظهر بصورة واقعية. وكمان الفيلم اتصور في حارة حقيقية وبين عيشة الناس في الحارة في الفترة دي. الكل بيسعى لرزق في نشاط، والأطفال بيلعبوا في الشارع، والسيدات بتشتري احتياجاتها من نافذة بيتها وهي بتنادي على البائعين. الجزار بيقطع في لحمته، وسبي الفران بيشيل أقفاص العيش فوق راسه ويوزعها على الزباين. والعربات الكارو اللي بتشيل البضاعة ووسيلة التنقل بين الحي والحارة، وبتحمل الزباين من مكان للتاني. الفيلم بيحكي عن الطبقات الفقيرة والمعدمة وعلاقتها بالوسط المحيط وصراعاتها مع الأوفر حظا. على عكس الأفلام في الفترة ديت واللي تناولت قصص الصعود، فكان محور الأحداث دايما القصر والسرايا والباشا والعلاقات، ولكن العزيمة تناولها من منظور الحارة المصرية. وبيبين فيلم العزيمة جو العمل داخل المصالح الحكومية وتكدس الموظفين وانصرافهم إلى الرغي والتزويغ قبل مواعيد الانصراف، وكمان ظهور أزمة البطالة والعتولين اللي بيبحثوا عن وظيفة بشرط ان تكون ميري. وبنشوف خبر في الصحيفة بتقدم 600 جامعي إلى وظيفة فراش. المهم ان يكون فراشا حكوميا عشان تقبله العائلات للزواج من بناتها. اختار المخرج كمال سليم فاطمة رشدي للبطولة بأجر 160 جنيه كأكبر أجر. وفي مذكرتها تحدثت فاطمة رشدي بطلة الفيلم انها وافقت على الفيلم رغم أجرها القليل 160 جنيه، وده كله انتقاما من موقف سابق حدث لها في استوديو مصر، حيث قيل لها بأنها لا تصلح للسينما، لذا وافقت كي تثبت للجميع أنها ممثلة كبيرة. كما أشارت إلى أن المخرج كمال سليم كان قد وقع في غرامها، وتم اختيار محمود المليجي للبطولة أمامها، بس هو اعتذر لارتباطه بالمسرح، فاستعان المخرج بحسين صدقي مقابل أجر 80 جنيه، وزكي رستم اللي تقاضى 50 جنيه، وماري منيب 25 جنيه، وكل من أنور وجدي وعباس فارس وحكمة فهمي 20 جنيه، وعبد السلام النابلسي 5 جنيه فقط ككومبارس في الفيلم. تعالوا نشوف طقم الممثلين في فيلم العزيمة 1939. حسين صدقي بدور محمد، فاطمة رشدي بدور فاطمة، أنور وجدي بدور عدلي، وزكي رستم بدور نزيه، وعباس فارس بدور الباشا المدير، وعبد العزيز خليل بدور معلم عد، وماري منيب بدور والدة فاطمة، والسيد بدير بدور شيخ إدريس المأذون، وحسن كامل بدور والد فاطمة، وسوريا فخري بدور والدة محمد، وعبد السلام النابلسي صديق عدلي، وحكمة فهمي بدور فردوس، وعلي طبنجات بدور معلم شبك، ومختار عثمان بالحاج روحي، وعمر وصفي بالأسطى حنفي، وصفا الجميل بصفا محمد، وأمال حسين المغنية، ومحسن حسنين جزار، وعبد المنعم إسماعيل جزار، واسكندر منسي موظف بشركة نزيه باش. إخراج وقصة وسيناريو كمال سليم. تعالوا نشوف طاقم العمل. إخراج وقصة وسيناريو كمال سليم، مساعد إخراج محمد عبد الجواد وصلاح أبو سيف، مونتاج كمال سليم وصلاح أبو سيف، حوار بديع خيري، تصوير فري فركاش، مهندس المناظر ولي الدين سامح، موسيقى عبد الحميد عبد الرحمن، ألحان رياض السنباطي، الأغاني صلاح جودة، مهندس الصوت مصطفى والي، مساعد الصوت عزيز فاضل، إنتاج وتوزيع محمد جمال الدين رفعت واستوديو مصر. تعالوا نشوف قصة الفيلم. في حارة درب معتوق هنشوف حارة مصر الجميلة، وكمان هنشوف كل واحد في الحارة شايف شغله، الجزار والخباز والصنايعي والحلاق والحنوتي. وبعدين هنشوف المعلم عطر الجزار، ونشوف فاطمة واقفة في الصباح في البلكونة وجارها محمد بيصبح عليها، بس المعلم عطر عينه عليها قوي بس هي مش طايقاه. بعدين هنشوف محمد فرحان جدا انه خلاص هيروح يجيب الشهادة ويتخرج من مدرسة التجارة جامعة فؤاد الاول، ويقابل الاسطى الحداد ويوصيه على انه يعرفوا النتيجة اول باول، وكمان
بيقابل المعلم عطر اللي مش بيعرف يقرا، ويقرا له محمد الجواب ويبلغه ان مفتش الصحه هيمر على الدكان بتاعه عشان يعين اصلاحات المجاري. بعدين يروح لابوه في صالون الحلاقه بتاعه والزباين اللي قاعده عنده عشان يطمنوا على الشهاده، وبعدين عينه بتيجي على فاطمه ويروح يقابلها وهي كمان عايزه تطمن عليه وعلى الشهاده وانه نجح ولا عمل ايه. بعد كده يروح محمد كليه التجاره جامعه فؤاد الاول ويبلغوه صحابه انه نجح، ويقابلهم هناك ويقابل زميله عدلي وياخده للكازينو، وهناك بيقابل زملاء عدلي وهم بيحقدوا عليه عشان هو متفوق عليهم. بعدين بيبلغوا عدلي ان والده زعلان منه عشان ماشي مع رقاصه وكمان لعبي، وهو عاوز يتوسط له عشان يصالحهم على بعض لانه بيثق فيه قوي. بعدين محمد يبلغ فاطمه انه نجح، وتبلغوا فاطمه الحاره كلها وتروح عند البيت وتوزع الشربات على الجيران، وكل واحد فيهم جايه عشان تبارك لأم محمد، وكلهم كمان عينهم على محمد. بعدين بنشوف محمد بيرجع البيت ويقابل فاطمه وتبارك له على النجاح وتعرفه انها سعيده جدا جدا جدا. بعدين بنشوف فاطمه ترجع بيتها وتلاقي المعلم عطر عندها اللي مش بيطيق محمد واللي بيتكلم عليه مش كويس، بس فاطمه تسيبه وتمشي. وبعدين امها تعرفه ان جاي يشتري منها الارض لانه مقتدر ومعاه فلوس، وكان بيتكلم في حق محمد مش كويس، بس فاطمه كانت بتدافع عنه. بعد كده بنشوف محمد افندي يروح يزور نزيه باشا بخصوص عدل زميله عشان يصالحهم على بعض، ويبارك له نزيه باشا على النجاح، وبيقترح عليه محمد انه يفتح مكتب اعمال تجاريه بمجهوده ويشترك معاه عدل براس ماله، ويوافق نزيه باشا قبل ما يسافر لندن عشان حال ابنه يتعدل. بعدين تمر الايام ويسهر محمد على مشروعه، وبعدين يتصل على عدل عشان يفكره ويحدد ميعاد معاه. وبعدين بنشوف فاطمه وهي واقفه في البلكونه بتنادي على اخوها عشان يطلع ليها، وهو والاولاد كان بيلعبوا في رمضان في الشارع، بس محمد يدخله ويقعد مع فاطمه على السلم ويوعدها انه هيخطبها، ويجري وراها على السلم، بس هي تمشي وتمشي عشان هي خايفه لحد يشوفها. بعد كده بنشوف فاطمه بتروح للاسطى حنفي ابو محمد وجايب لها ازازه عطر هدية ليها، بس تتفاجئ بالمحضر اللي عايز يحجز على الدكان وتبلغ محمد بكده. وبنشوف المعلم عطر بيشمشم على حاجة، وبعدين نرجع لعدل نزيه اللي سهران مع اصحابه ويتضايق قوي ان محمد حنفي جاي. بعدين يلم الدنيا واصحابه اللي سهرانين معاه واللي دايما مفشلينه، وبعدين يسمح له بالدخول ويفكروا محمد بالمشروع، ويلاحظ حاجه ان اصحاب عدل بيسخروا منه ويتريقوا كمان عليه، بس هو يديلهم درس عمرهم ما هينسوه. وبعدين يتدخل عدلي ويعرف محمد افندي انه صرف فلوس المشروع على رقصات واللعب، فيضربه ويمشي، وبعدين يروح يعرف ابوه باللي حصل. وبعدين بنشوف المعلم عطر يروح الصالون عشان يحلق ويعرف من الاسطى حنفي انه معذور وان الدكان هيتحجز عليه. بعد كده بنشوف المعلم عطر الجزار يروح لأم فاطمة وهو شمتان في الأسطى حنفي ويكلمها عن فاطمة وإنه عايز يخطبها، وهي توافق على طول من غير ما تاخد موافقة أبو فاطمة. وبعدين هو نازل بيقابل فاطمة على السلم ويعرفها إنه هيخطبها من أمها. بعدين بنشوف أهل الحارة قاعدين على القهوة ويتكلموا عن حظ محمد السيء وإنه إزاي لحد دلوقتي مش لاقي وظيفة، ويدخل عليهم محمد حنفي على فجأة ويسكتوا وما يتكلموش. وبعدين يدخل عليهم المعلم العطر ويلقح على محمد بالكلام ويقول له انه خطب فاطمه، بس محمد ما يستحملش ويضربه بالميه. وكمان المعلم عطر يعيره انه هيدفع فلوس حجز ابوه، بس يتدخل ابوه ويدي المعلم عطر درس عمره ما ينساه ويسحب محمد ويمشي. وبعدين بنشوف فاطمه بتقابل محمد على السلم وبيتقابلوا فوق السطوح وتطلب منه انه يدور على وظيفة لانها مستحيل تتجوز المعلم عطر اللي هيتقدم لها. بعد كده بنشوف فاطمة وهي بتلعب بالارانب فوق السطح وبتبكي بسبب حظها وحظ محمد السيء. وبعدين تلاحظوا انه مجروح وتعالجه. بعدين يمر الوقت وميعاد السحور يجي وينزلوا. بعدين تمر الايام ومحمد لسه ملقاش شغل، وتشوف الجرايد اللي مكتوب فيها عن البطالة اللي كانت موجودة وقتها والخريجين وانهم مش لاقيين شغل. بعدين محمد حنفي يروح للشركة اللي كان مقدم فيها على الوظيفة، بس السكرتير يقابله بوجه سيء ويرد عليه مش كويس وان مفيش وظايف مفيش شغل. بعدين تاني يوم نشوف ميعاد الحجز على دكان الأسطى حنفي في حضور محمد حنفي ابنه، والمعلم عطر الناحية التانية بيشتري خيل بفلوس قد كده وبيتفرج على الحاج. بعد كده على فجأة بنشوف الحنوتي زميل
زميل محمد الحنفي يجيب له الفلوس بتاعة الحجز وينقذ الأسطى حنفي ومحمد ابنه في آخر لحظة. بعدين الأخبار السارة بتيجي لمحمد مرة واحدة ويتصل عليه نزيه باشا عشان يسأله عن المشروع بعد ما رجع من لندن، ويعتذر لمحمد بعد ما عرف إن عدلي صرف الفلوس. بعدين يدخل عليه عدلي هو وأصحابه ويطرده، وبعدين بيتصل بشركة المقاولات الكبرى ويوصي على محمد أفندي. وبعدين يروح محمد بقلب جامد في نفس الشركة اللي راح لها قبل كده ويعرفه إنه من طرف نزيه باشا وبيتعين على طول. بعدين محمد أفندي يتوظف في الشركة وبيثبت وجوده وإنه بيحب الشغل، بس زمايله في الشغل مهملين ومش بيشتغلوا زيه. وعلى فجأة الملف بيضيع قبل الفرح بتاع محمد بسبب إهمال زمايله في الشغل. بعد كده يمر الوقت ومحمد يروح فرحه ويحضره. بعدين تمر الايام ويرجع محمد الشغل تاني، والمدير يعرفه ان في ملف مهم ضايع ويرفد محمد من شغله، واصحابه المهملين تفرح فيه، واصحابه المخلصين بيقترحوا عليه انه يوافق على وظيفة تانية وان ما يعرفش الست مراته. وبعدين يرجع البيت من غير ما يعرفها، هو حزين جدا جدا جدا. وبعدين تمر الايام ومحمد يشتغل مكواجي في محل قماش ويشوف هناك المعلم عطر الجزار، بلغ حريم الحارة ويروحوا لفاطمة مرات محمد البيت وياخدوها على محل القماش عشان يخربوا عليها. وهناك تقابل فاطمة محمد حنفي زوجها وتتصدم وتروح لأمها وهي بتبكي وحزينة، بس أمها بتوقع بينها وبين محمد وبتحرض على أنها تطلب الطلاق. بعد كده بنشوف فاطمة تروح الفرن وتقابل هناك محمد حنفي ويحاول يشرح لها ويفهمها على اللي حصل، بس هي مصرة على طلب الطلاق ويطلقها وهي تقعد تبكي. بعدين تاني يوم المدير يبعت لمحمد ويعتذر له ويعرفوا ان لقى الملف اللي كان ضايع وعدل زميله هو اللي لقاه. كمان يعرفوا ان عدل اتغير عن الاول ويصالحهم على بعض. ويعرف نزيه باشا ويتصل بيه المدير ويعرفوا انهم رجعوا لبعض احسن من الاول. بعدين نرجع لفاطمة اللي اتخطبت للمعلم العطر وتسمع الأغنية اللي كانت بتسمعها مع محمد بعد ما كان عازمهم المعلم عطر هي وابوها، وهي ما تقدرش تستحمل وتمشي. وبعدين تروح البيت وامها تلومها على اللي عملته. بعد كده ترد عليها فاطمة وتلومها المرة ديت وما تسكتش على اللي عملته معاها هي ومحمد وانها السبب وهي اللي وقعت بينهم، بس امها مصرة انها تتجوز المعلم العطر. بعدين بنشوف فاطمة بتروح تزور محمد في مكتبه الجديد هو وعدلي نزيه ويستقبلها وهي بتبكي له وتطلب منه انه يسامحها، بس محمد المرة دي بيرد عليها بقلب قوي ويفكرها بالماضي، بس هي بتتأسف له وكمان بتخرج من عنده. ويقابلها المعلم العطر على سلم المكتب بتاعه وياخدها ويمشي عشان يكتب الكتاب. بعدين عدلي يقترح على محمد حنفي ويحاول انه يصالحهم على بعض. بعدين بنشوف المولد واهل الحارة متجمعين والمعلم عطر هو ورجالته متجمعين وفاطمة قاعدة مع ابوها وامها. وعلى فجأة محمد حنفي يرجع الحارة ويسلم على اصحابه في الحارة القدامى ويعزمهم ويعرفهم على عدل زميله ويدخل على ابوه وامه بهدايا. بعد كده يعرفهم انه هيرد فاطمة، بس امه ترد عليه وتقول له انه هيكتب كتاب فاطمة النهاردة على المعلم عطر، بس هو يتفاجئ ويدخل بسرعة على فجأة ويجيب ورقة الطلاق. بس هو يتفاجئ ويدخل بسرعة ويجيب ورقة الطلاق ويجري ويدخل على المأذون ويقابل المعلم عطر ورجالته ويعرفهم ان عدتها لسه ما خلصتش. ويشوفها المأذون وفعلا يلاقي عدتها لسه ما خلصتش، والمعلم عطر يتضايق او يتجنن ويقلب الفرح حزان ويتخانق اهل الحارة شوية مع محمد حنفي وشوية مع المعلم عطر ويتقلب كمان المولد احزان. وبعدين يتدخل البوليس ويقبض عليهم وينقذ محمد حنفي وفاطمة من المعلم عطر وياخدها محمد على بيتها فوق وهي تفرح ويتفرجوا على المعلم هو والبوليس بيقبض عليه ويرجعوا لبعض تاني ويخلص الفيلم كده.